في الألفية الجديدة لو جيت قلت لك كده على باك شمال لفت نظرك هتقول لي مين؟ جilberto مثلا. حلو جميل، من احسن الباكات الشمال اللي جت في تاريخ الاهلي، واللي احسن الباكات الشمال برضو اللي جت في الدوري المصري. وعندك مثلا المرحوم محمد عبد الوهاب الله يرحمه، باك شمال كان جامد يعني، شوطات ايه وعرضيات ايه، الله يرحمك يا ابو وهاب. مثلا محمد عبد الشافي لاعب مؤثر جدا مع نادي الزمالك. لكن خلينا نقول مثلا الاجانب بس دلوقتي. من بعد 2010 هتلاقي مثلا الاجانب اللي جم في المركز ده تحديدا مين هم اتنين بس اللي كانوا مميزين: مؤيد العجان اللي لعب في الزمالك، والتونسي علي معلول، اسرع ديليفري في مصر. بس قبل ما نخوض في اي تفاصيل بقى يا معلم، وصلك الفيديو انزل دوس لايك وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالى نحكي الحكايه من الاول خالص. علولو اسرع ديليفري في مصر، اللي طول مسيرته مثل ناديين بس ومنتخب بلاده. ابن مدينة صفاقس وهو عنده 11 سنة انضم لنادي الصفاقس التونسي عشان تبدأ مسيرة معلول اللي بدأ كجناح مش باك. بس ساعتها اقنعوه ان في اجنحة كتير زيه في الفريق، ولو عايز يبقى مميز يلعب باك شمال. مركزه نادر جدا وصعب تلاقي حد حريف في المركز ده زي علي معلول. عمنا معلول سمع الكلام ده ولعب باك شمال، وده اللي خلاه يظهر بشكل اكبر ويتصعد من الناشئين للفريق الاول في موسم 2009. وواحده واحده كده معلول بدأ ياخد في ماتشات ويظهر بشكل كويس ويثبت نفسه في التشكيله الاساسيه. لا وقدر كمان في فتره صغيره انه يكسب مع الصفاقسي الدوري التونسي والكونفدراليه الافريقيه، وتألقه ده خلاه ينضم للمنتخب في فتره صغيره جدا في موسم 2013. في خلال الفتره دي وتحديدا موسم 2014 2015 معلول كان متألق جدا، وكمان كان كابتن الفريق، وكمان قدر ان هو ياخد هداف الدوري التونسي برصيد 14 هدف. الكلام ده يا معلم هو عنده 24 سنه بس، وده رقم قياسي محدش كسره في الدوري التونسي لحد دلوقتي، لان صعب جدا مدافع يسجل 14 هدف في موسم. وفي ظل بقى تألق علي معلول الملفت للنظر طبعا، ابتدت طبعا يجيله عروض من فرنسا بقى ومن افريقيا، وطبعا جاله عرض ساعتها من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيعاني الفتره دي من عدم وجود باك شمال، ولغايه وقتنا هذا بنعاني من المركز ده. في حاله وعدم وجود علي معلول يبقى في ازمه في المركز ده. طبعا علي معلول دلوقتي هو متصاب في النادي الاهلي، ربنا يرجعه بالسلامه، لكن لا نهدر حق كريم فؤاد اللي مأدي في المركز ده بشكل كبير جدا، وياخد عليه 10 من 10. اداء مبهر جدا من كريم فؤاد، دفاع هجوم 10 على 10. كان تتخيل عزيزي المشاهد من 2016 ل 2024 ما شاء الله، يعني بص ما حدش قادر يلعب عليه ما شاء الله. طبعا عدى على علي معلول اجيال كتيره من اللعيبه، هو ما شاء الله ثابت زي ما هو ثابت على المبدأ. معلول بقى مع النادي الاهلي كان مؤثر جدا، وكمان جه في وقت صعب جدا، جه في وقت خساره الاهلي للدوري والكاس وكمان افريقيا، عشان اول ما معلول يجي الاهلي يكسب دوري الكاس ويوصل فاينل افريقيا، ولكن يخسر قدام الوداد. السنه اللي بعدها 2018 يقدر ان هو يوصل بفريقه لنهائي افريقيا، ولكن المره دي يخسر من بلدياته الترجي التونسي نتيجه 3-0 هناك في تونس بعد احداث المباراه اللي احنا كلنا فاكرينها طبعا. في موسم 2019 2020 الاهلي وصل نهائي افريقيا، يكسب الزمالك في نهائي القرن بنتيجه 2-1 بقضيه قفشه طبعا. لكن لو هنيجي نبص على اداء علي معلول، فاداء علي معلول كان اداء قوي جدا، وفي ماتشين يعني الجماهير الاهلي مش هتنساهم لعلي معلول. اكيد انت عزيزي الاهلاوي افتكرت الماتشين دول، ماتشين صن داونز طبعا. ماتش هنا خلص 2-0 باداء علي معلول جبار، هو وجونيور اجاييه اليوبادجي لما نزل. اهلي الفتره دي كان اون فاير جدا مع ريني فايلر. روح هناك على ارض بريتوريا، قدم هناك بهدف اول كان برضه من فاول لعلي معلول، لكن هي طبعا هدف نيران صديقه. دافع صن داونز سجل الهدف في مرماه هو. لكن الاهلي في الماتش ده تحديدا في ماتش بريتوريا الاهلي كان عامل الجيم قوي جدا على صن داونز، راح وضيع يعني عكس اللي احنا بنشوفه في بريتوريا دلوقتي. طبعا هدف علي معلول الهدف الثاني ماتش الوداد اللي في مركب محمد الخامس 2-0، هدف اول كان عن طريق قفشه، وهدف ثاني كان عن طريق علي معلول من ضربه جزاء سبب فيها جونيور اجاييه الله يمسيه بالخير هو كمان. معلول بقى من بعديها في الدوري تحديدا خسر دوريين بس مع النادي الاهلي، دوريين طبعا اللي خدهم نادي الزمالك في موسمين متتاليين. دول بقى ليه اهداف وليه صناعات كتيره قوي ومؤثره جدا مع النادي الاهلي، زي مثلا الجون اللي جابه في الاتحاد السكندري في دوري 2019 اصعب دوري على النادي الاهلي، من حسم الدوري في الجونه في موسم 2021 2022. ده طبعا صناعته لهدف عبد المنعم في مرمى الوداد في نهائي افريقيا 2023.
وطبعا مش هننسى هدفه الجميل في مرمى الفريق الياباني اوراوا ريدز في كاس العالم للانديه، المباراه اللي خلصت 4-2 وخد النادي الاهلي ساعتها الميداليه البرونزيه لكاس العالم. بقى اهداف وصناعات كتيره قوي جميله جدا لعلي معلول. ده كمان ان علي معلول اصبح اكتر مدافع تسجيلا للاهداف في تاريخ النادي الاهلي. كمان لعلي معلول كان هدف من فاول، اول فاول يسجله مع النادي الاهلي في الدوري قدام البنك الاهلي من شوطه عالميه خلص 3-0 الموسم اللي فات. بقى في مسيرته مع المنتخب مش كبيره قوي زي مثلا مسيرته مع الانديه، لدرجه ان جماهير تونس بيتعاملوا زي ما بنعامل صلاح هنا، بيقول ان هو مش بيلعب مع المنتخب زي ما بيلعب مع فريقه. معلول مع منتخب بلده تونس شارك معاهم في 87 مباراه، سجل 3 اهداف وعمل 11 اسيست، وشارك معاهم في 5 نسخ من افريقيا هما 2015 2017 2019 و2021 و2023. للاسف ما قدرش يحقق ولا بطوله قاريه مع منتخب تونس. نهاية علي معلول واحد من افضل الباكات اللي دخلت مصر ان لم يكن افضلهم. معلول صعب جدا تلاقي حد ما بيحبوش كان انتمائه، زي محمد عبد الشافي كده. هذه كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لو تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فبس كده، كان معاكم احمد خالد، وبس كده يا معلم، سلام.